زمان كرة القدم كانت مجرد 22 لاعب بيجروا ورا الكورة، انما دلوقتي لاعب واحد بس ممكن سعره يعدي ال 200 مليون يورو، وتيشيرت فريق واحد يجيب مليارات، ومباراة واحدة يشوفها اكتر من دولة في نفس الوقت. والسؤال هنا، ازاي لعبة بسيطة اتحولت لاكبر بيزنس في العالم؟ وليه الاندية بقت شركات واللاعبين بقوا مشاريع استثمار؟ الفيديو ده هيغير نظرتك للكورة تماما. بس قبل ما نبدأ يا ريت تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ولو بتحب النوع ده من الفيديوهات اعمل لايك واشترك عشان الفيديو ده متعوب عليه جدا. زمان الكورة ما كانش فيها الفلوس دي كلها، اللعيبة كانوا بيلعبوا عشان الشغف، وحتى المرتبات كانت بسيطة جدا مقارنة بدلوقتي. ما كانش فيه سوشيال ميديا ولا عقود رعاية بالمليارات ولا لاعب عنده طيارة خاصة، لكن كل حاجة بدأت تتغير لما التلفزيون دخل اللعبة. أول ما القنوات اكتشفت إن الناس مستعدة تدفع عشان تتفرج على الكورة بدأ الجنون. الدوريات بقت تتباع بمليارات، ودلوقتي بعض البطولات تمن حقوق بثها أكبر من ميزانية دول كاملة. كل ما عدد المشاهدات يزيد الفلوس تزيد والأندية تبقى أغنى. تيشيرت لاعب زي ليونيل ميسي او كريستيانو رونالدو مش مجرد تيشيرت، ده منتج عالمي بيتباع منه ملايين النسخ حول العالم، وفي اوقات النادي يجيب فلوس من بيع القمصان اكتر من البطولات. دلوقتي اللاعب مش مجرد لاعب، ده مشروع كامل. النادي لما يشتري نجم عالمي هو مش بيشتري مهارته، هو بيشتري جماهير ومشاهدات ومتابعين ورعاة وقمصان. عشان كده انديه زي نادي باريس سان جيرمان دفع ارقام مجنونه في صفقات. زمان اللاعب كان مشهور جوه الملعب بس، دلوقتي بوست واحد على الانستجرام ممكن يجيب ملايين. دلوقتي بعض اللاعبين بقوا مؤثرين اكتر من ممثلين ومغنيين، وكل متابع جديد بيساوي فلوس اكتر. في ناس شايفة ان الكورة ما بقتش زي زمان، بقت اعلانات وصفقات وفلوس وتسويق، لكن في نفس الوقت مفيش حد يقدر ينكر ان الكورة دلوقتي بقت اكبر رياضة في العالم. من لعبة بسيطة في الشوارع لصناعة بالمليارات. دي كانت رحلة كرة القدم الحديثة. بس قولي، تحس ان الكورة زمان كانت احلى ولا دلوقتي افضل؟ واكتب رايك تحت، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وصلي على النبي، ونشوفكم في فيديو جديد.